السلام عليكم يا شباب، ان شاء الله تكونوا بخير. في حاجه مهمه جدا افتكرتها، كان في شيوخ اتكلموا عنها، وهي فكره الزكاه. زكاه المال، يعني وايه الغرض منها، وزكاه الفطر ايه القصد منها. وهي زكاه الفطر النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطلعها ازاي وتطلع حبوب ولا فلوس، والخناقه كده بتاع كل سنه دي. طيب، زكاة الفطر قال لك إن هي بتطلع حبوب. طيب يا عم، أنا إيه دليلك إن هي طلع؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطلعها حبوب، والصحابة كلهم كانوا بيطلعوا حبوب. طيب، وإن الموضوع دوت بدأ مؤخرا، يعني بعدها بفترة كبيرة، بعد سنين كتير جدا. هو في أحد العلماء على ما أتذكر الإمام أحمد بن حنبل، مش متأكد، يبقى راجعوا ورايا، هو اللي أفتى بإنها تطلع فلوس عادي، عشان كان في تقريبا حاجة حصلت في السنة ديت. فالمهم، زكاة المال قالك بقى، اتكلم عن موضوع زكاة المال ده، وقال ان هي يعني، وعلى موضوع ان الزكاة تطلع فلوس. وقالك طب انت هتطلع الزكاة حبوب، كله هيطلع حبوب، طب هو هيلاقي منين يجيب فلوس، ولا قصدي يجيب هدوم، ولا الكلام دوت. فقالك دي حاجة ودي حاجة، دي نقرة ودي نقرة. وان الغرض من زكاة الفطر هي ان هي تعف الفقير عن الاكل، يعني هي تخليه يبقى عنده كفايته من الاكل لفترة معينة. تمام. انما زكاة المال هي المقصود بها الغنى، هي بقى اللي تقصد بقى ان انت تجيب منها هدوم، تجيب منها اللي انت عايزه. بس يعني ده كده غلط. فهو بقى بيقول لك انه في الجمعيات مثلا بيبقى فيه زكاة الفطر، ان هو حبوب، الناس بتودي حبوب. فلما بيجي مثلا حد محتاج بيديله الحبوب اهي، والله اتفضل، دي من زكاة الفطر الحبوب اهي. ومن زكاة المال، زكاة المال لوحدها فلوس بقى، بياخد منه فلوس ويقول له اتفضل، ديت كده زكاة من زكاة المال. حلو. عشان بقى كان هيجيب محتاج حاجات، مثلا محتاج هدوم، محتاج غيره. ف ده الموضوع بكل بساطة. وقال لك ان الغرض والقصد الاساسي من زكاة المال ان هي تغني الانسان. نشوف حاجات مؤخرا غريبة جدا، وهي الناس كتير بتطلع زكاة المال وليكن مبلغ معين، فبيجي والله يقول لك يا ابني شوف، هات 100 واحد ولا 50 واحد، وفرق عليهم مثلا ايه، ميتينات، 300، 400. المهم مبلغ مش كبير، مبلغ ما يغنيش الانسان اللي قدامه. تمام. فهي الفكرة من زكاة المال هي ان انت تغني الانسان، يعني انت تغني، تخلي واحد كده خلاص يبقى عنده كفايته، ان هو مثلا يقضي عنه دين مثلا كبير او حاجة، او ان هو يكفيه ان هو يعمل مشروع خاص بيه، او ان هو يصرف على نفسه، بحيث ان هو بعد كده يقدر ان شاء الله باذن الله في خلال فتره ان هو يصرف على نفسه ويعمل مشروع مثلا ويشغله، ويبدا هو كمان يطلع زكاه المال، يعني يوصل ان هو يبقى عنده ثروه، ويبدا ان هو كمان يطلع زكاه المال، وهكذا. وربنا يعيننا ويعينكم.